هنلاقي انه لاحم بارشل وعامل باكولد. ليه؟ الطبيعي ان انا لو هعمل باكولد هبقى لاحم فول بنتريشن، هبقى عامل دبل في. انما انا هنا شايف في سوكة حية ما اتلحمتش، ليه اعمل باكولد؟ او ايه التطبيقات اللي ممكن استخدم فيها جوينت ديزاين زي دي؟ سؤال محتاج اجابة، وسؤال صعب، محتاج ناس تحلل الموضوع ويكون عندها المعلومة. محاضرات الويلدنج سيمبل، الجزء ده مهم، واخر جزء مهم جدا ان احنا نكونوا تابعنا الفيديوهين اللي قبل كده، لانهم تمهيد واساس للكلام اللي احنا هنقوله. النهارده هنتكلم على الفيلت ويلد والرموز اللي بتبقى جنب رمز الفيلت. اتفقنا ان المثلث المقفول ده بيعبر عن الفيلت ويلد، زي ما احنا شايفين. لو انا عندي عنصرين او عندي كاميرا عليها ستيفنر او عندي ويب وفلانشة وعايز الحمهم لحام فيلت، فهيكون ده شكل السيمبل بتاعي. طيب، على الشمال دايما، على شمال السيمبل هلاقي 3 رموز، مش شرط الاقيهم مع بعض، ممكن الاقي رمز منهم واحد. ممكن الاقي الزد او الاي او الاس. الزد زي ما احنا شايفين بيعبر عن الليج لينس، وهي قاعدة المثلث. قاعدة المثلث بنسميها ليج، وبنديها رمز اسمه زي، ودايما بيبقى على شمال السيمبل. الرقم اللي بيبقى جنب الزي هو بيعبر عن المقاس الفعلي للليج بوحدة المليمتر. فمثلا لو لقيت جنب الزي 12، فمعنى كده ان الليج بتاعة الفيلت ويلد 12 ملي، ودي بنقدر نشيك عليها بالويلدنج جيج. ان شاء الله في المحاضرات القادمة هنشرح مع بعض استخدام التولز دي ازاي واقدر اشيك بيها. الايه هي الديزاين ثروت سيكنس، والديزاين ثروت سيكنس هنا المقصود بها الثيوريتيكال مش الاكتشوال. والحقيقة احنا بنشيك على الثيوريتيكال ده فعلي، وهو العمودي من رأس المثلث، من تقاطع القاعدة الأفقية مع الرأسية على الوتر. وده بنقدر نشيك عليه، وليه قاعدة وقانون معروف جدا مع الليج، وهو ان الايه بتساوي 7/10 من الزد. وهو دايما الحقيقة في الشغل يا يديك الايه يا يديك الزد وانت تحسب التانية. يعني لو ادالك الزد ب10 ملي، فاوتوماتيك الثروت بتاعك هيبقى 7 ملي. لو ادالك الايه 7 ملي، فاوتوماتيك هيبقى الثروت بتاعك 10 ملي. انما الاس هي الايه، لكن الاكتشوال بقى. يعني الاكتشوال الحقيقة ان انا لما بلحم، سلكة اللحام بتاكل جزء من المعدن. يعني اللحام مش بيبقى لازق في المعدن مسطرة، لا، ده بيعمل اندماج ما بينهم، بيعمل بنتريشن. اللحام بيدخل وبيحرق جزء من المعدن، يقدر في اغلب الاحوال 3 ملي. دول على ارض الواقع مش هعرف شيك عليهم، مش هعرف ابص عليهم، بس انا ببقى عارف دايما ان اللي انا بشيك عليه ده الديزاين ثروت. ان الاكشوال فعلا في جوه اعمق من كده بكتير، مش بكتير بس
في اعمق من كده. ايه اللي انا بقدر اشيك عليه بالويلدنج جيج انا كويلدنج انسبكتور؟ الزد والاي، الثروت، الديزاين ثروت والليج. بيجي لي ايه في اللوحه؟ يا يجي لي الزد يا يجي لي الايه. والله لو جالي الزد فهي بتعبر عن الليج، فهضرب الرقم اللي جنبها في 0.7 فهيديني الايه. لو جالي الايه هقسم على 0.7 هيديني الزي. الاس هي الاكتوال ثروت، دي على ارض الواقع ما بقدرش اشيك عليها، بس من باب العلم ان انت تبقى عارف ان في حاجه اسمها اكتوال ثروت نتيجه البنتريشن اللي بيحصل من السلكه داخل المعدن. كده اتكلمنا عن الرموز اللي بتبقى على الشمال، الزد والاي والاس. في بعض الرموز والارقام بتبقى موجوده على اليمين. تعالوا مع بعض واحده واحده نفصص الموضوع ده. لو قسمنا الرموز اللي بتبقى موجودة على اليمين لثلاث حروف N و L و E، فال N هو اختصار للنمبر اوف ويلد elements، وال L هو اللينس اوف each ويلد، وال E اللي هي ما بين قوسين بتعبر عن الديستانس بتوين الويلد. السؤال اللي هيجي في بالي قبل ما اشرح الكلام ده، هو انا لو ما لقيتش حاجه في اليمين هعمل ايه؟ هلحم continuous weld. هفترض ان اللحام مكمل معايا. وجود بعد على اليمين يديك بشكل اوتوماتيك ان في جزء مش هيتلحم، جزء هنسيبه ونكمل بعديه الحام، وهنلحم جزء وهنسيب جزء. انما لو انا ما لقيتش اي رموز او اي ارقام على اليمين، فانا افترضت اوتوماتيك ان انا هلحم كونتينوس ويلد، هلحم الخط من اوله لاخره، هلحم الكاميرا من اولها لاخرها. حلو حلو. فاذا هنا النمبر اوف ويلد معنى كده ان انا هعمل لحامين، طول اللحام 40 ملي، وهسيب ما بين كل لحام والحام 50 ملي. نقول من تاني، لو انا ما عنديش الكلام ده جات لي كده اللوحة بالشكل اللي احنا شايفينه ده ومفيش اي حاجة على اليمين، فانا هفترض ان اللحام بتاعي كونتينيوس. انما اول ثانية واحدة يا جماعة، جزء ومش هلحم جزء. فالراجل بيعرفك الكلام ازاي؟ بيديك 3 معلومات: اولا عدد اللحامات اللي هتلحمها، ثانيا طول كل لحام، ثالثا المسافة ما بين اللحام والاخر اللي هي الجزء اللي مش هيتلحم. فهنا قايل لي ان عدد اللحامات 2، طول اللحام 40، المسافة ما بين كل لحام والحام 50 ملي. كل الأطوال اللي هتبقى موجودة هتبقى بالملي. طيب تحت 3 لحامات 40 ملي، المسافة ما بين كل لحام والحام كام؟ 50 ملي. الرقم 3 وحيد ده في الاي ان بيعبر عن البروسيس بتاعة اللحام، وهي السماوي، وهنشرحها كمان شوية. طيب ناخده مثال. الأول هنفترض إن مفيش حاجة على اليمين. جات لي لوحة بالشكل ده، سيمبل مثلث مقفول من فوق، على الشمال حرف زي 5 ملي. قلنا الزي يعني الليج، 5 ده
مقاس رجل اللحام بالمليمتر. وطالما السيمبل على الخط السوليد لاين، فمعنى ده ان هيبقى الارو سايد. فدهيت عندي بليتة ملحوم عليها زاوية، فالجنب ده كده هيبقى الليج بتاعة اللحام كام؟ 5 مللي زي ما هو موضح. الجنب ده اهو 5 مللي، ده المسقط الجانبي بتاعه. والمثلث اللي على البروكن لاين ده معناه الاذر سايد، يعني الجنب ده هيكون الليج برضو كام؟ 6 مللي زي ما هو موضح هنا. جيت ابص على اليمين ما لقيتش حاجة، فانا كنت لو انا على الوضع ده كده هلحم اللحام ده طوالي كده، هيبقى اللحام بالمنظر ده مستمر. انما الحقيقة الوضع مش كده. نرجع اللحام تاني مكانه. الوضع بيقول ايه؟ ان انا عندي هنا حاجات على اليمين. تعالى يا باشا نشوفوا ايه اللي على اليمين ده. وعندي هنا حاجات على اليمين. تعالى يا باشا واحدة واحدة. الاول هنبصهم فوق على الكلام اللي موجود على السوليد لاين اللي هو الجنب ده. طالما الرموز موجودة على السوليد لاين معناها الارو سايد. اشوف الارو بيشاور على انهي جنب واتكلم عليه الاول. هنا قلنا التلاتة دي 3 لحامات. طول كل لحام والحام كام؟ 80 مللي اهو. المسافة ما بين كل لحام وكام؟ 90 مللي زي الفل. تعال نبص تحت. عندي ايه؟ 3 لحامات طولها كام؟ 80 مللي. المسافة ما بين كل لحام والحام كام؟ 90 مللي. موجود اهو. 80 المسافة 90، 80 المسافة 90، 80 المسافة 90. ده بنلجأ له في بعض انواع اللحامات اللي ما بتشيلش اوزان واحمال كتير، وفي نفس الوقت خايف ان يحصل لها ديستورشن. تخانات قليلة مثلا، فخايف انها تحصل ديفليكشن وديستورشن فيها، فبضطر ان انا الحم لحمات متقطعة مش كونتينوس. طيب لو نلاحظ ان بداية اللحام ده اللي فوق في الجنب ده مع بداية اللحام ده، وان بداية اللحام ده مع بداية اللحام ده، وان بداية ده مع ده. طب لو كان اللحام بالشكل ده هنسميه ايه؟ يعني بداية اللحام الجنب اللي قصاده فاضي، هنا الحام الجنب التاني فاضي، هنا الحام الجنب ده فاضي، هنا الحام الجنب ده فاضي. نرجع للصورة دي. لما كان هنا في الحام كان هنا في الحام، لما كانت دي فاضية كان هنا في فاضي، لما كان هنا في الحام كان في الحام. هل الشكل ده هو الشكل ده؟ قال لك لا. فرقت ايه؟ فرق الحرف الزي ده، حرف الزد ده. ايوه الحرف اللي انا ماسكه ده. الحرف اللي انا ماسكه ده بيقول لك ان انا هلحم استجر ولد، او بلغة السوق بنسميه رجل غراب. يعني ايه رجل غراب؟ يعني المكان اللي انت هتلحمه هتسيب قصاده فاضي وتلحم بعديه، وهكذا. لحام وتسيب، لحام وتسيب، وهكذا. تعمل زجزاج. هنا الزي 8 مللي. نلاحظ ان الرموز على البروكن لاين معنى كده ان هنا اللي هيبقى 8 مللي ولا اللي تحت. طالما بروكن لاين يعني اذر سايد، يعني المفروض اللحام اللي تحت هو يبقى 8 مللي. تعال نبصوا هنا في السايد ويلد، مظبوط. اللحام اللي تحت هو اللي 8 مللي. ليه؟ عشان والله ده موجود على البروكن لاين، والبروكن لاين معناه اذر سايد. طب السايد بيبص فين؟ هنا، يبقى انا هلحم العكس. تمام تمام. لحم جروف ويلد جميل جدا برضو. هنا الاس بتعبر عن الدبس. 10 معناها ان الدبس بتاعت اللحام هيبقى 10 مللي. عندي بلت 15 مللي، هعمل لها لحام سنجل في بارشال بنتريشن، عمقه 10 مللي. طيب السهم مشاور هنا، هل انا هعمل البريبريشن بتاعي هنا ولا في العكس؟
اشوف والله السيمبل موجود فين. السيمبل موجود على السوليد لاين، يبقى ارو سايد، والسايد الارو بيشاور هنا، يبقى هو ده الاتجاه اللي انا هعمل في اللحام بتاعي. طيب، عندي هنا برضو بعض الرموز المهمة جدا تبقى عارفها، لانه في بعض الاحيان في التيل او في ديل السهم زي ما احنا كنا شايفين هنا بيوضح لك العملية اللي انا عايزك تلحم بيها. والله انا عايزك تلحم كهرباء، عايزك تلحم CO2، عايزك تلحم ارجون، هوصف لك نوع الطريقة اللي انا عايزك تلحم بيها. فهنا 111 معناها MMA اللي هي السماوي، 121 معناها سب ارك ويلدنج وزواير الكترود اللي هي الساوي، 131 و135 و136 بنسموهم الCO2. ال136 دي الفلكس كورد، ال135 دي الماج وزنان انرت جاز، لو انا هستخدم غاز CO2 او اكسجين او اي غاز مش خامل. ال131 مع الارجون او اي غاز خامل. ال141 ده التج، لحام التج. 311 الاوكسي اسيتيلين، 72 الكتروسلاج، 15 البلازما ارك ويلدنج. كل دي رموز لعمليات لحام مهم جدا ان انت تبقى عارفها وتخلي بالك منها. وكده نبقى نهينا الجزء الخاص بالويلدنج سيمبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.